السلام عليكم. شقق المصارفة، كيفاش البلان ديال شقق المصارفة. اليوم غادي نساليو من هاد المسألة ديال المصارفة باش حتى واحد ما يبقى يسولني عليها. اليوم غنصدمك وغنعطيك اسرار انا متأكد انك اول مرة غادي تسمعها، حيت حتى واحد ما كيهضر عليها، والمنعشين العقاريين واصحاب القنوات الكذابة ما باغينكش تعرف هاد الشيء اللي غادي نقول لك اليوم. من وراء هذا الفيديو غتولي فاهم البلان ديال شقق المصارفة كيفاش كتتم وفين كاينين هاد الشقق بدون ربا او بدون برك، حيت كيجيوني بزاف ديال الرسائل والتعليقات والاسئله. خويا عز الدين بغينا شقق نشريوها بالتقسيط بدون ربا. اولا باش نحطك في الصوره خاصنا نوضحوا واحد المساله. كاين شقق المصارفه في الدار البيضاء وطنجة ومراكش، لكن المصارفه كتتم عن طريق الريزيرفاسيون في البروجي قبل ما يبدا، وكيكون البروجي فيه لي طرونش، مثلا بروميير طرونش، دوزيام طرونش، تروازيام طرونش، وهكذا. ما كيجي فين البروجي يكمل حتى كتكون انت خلصتي جزء كبير وجزء مهم من تكلفة الشقة. لكن المشكلة ماشي هنا، المشكلة هي فين كاينين هاد البروجيات وعد من وكيفاش كتتم المسألة ديال المصارفة بالضبط. هنا فين كيكذبوا عليكم اصحاب الصفحات والقنوات النصابة ديال العقار، حيت ما كيقولوش لكم الحقيقة وما كيصارحوكمش، حتى كتمشيو لعين المكان عاد كتولي هضره اخرى، وكيولي الانسان مضيع وقته وجهده في الخاوي. وكاين كاع اللي كينصبوا عليه وكيورطوه في بيعه وشريه، وكيولي حاط العربون او دافع تسبيق في بروجي باقي معطل بزاف، حيت في عقد الريزيرفاسيون ما كاينش فيه الالزام بالاجل للتسليم، وكيولي الانسان مجرجر وكيولي سامح في التسبيق او في العربون، او كيولي مسلف باش يكمل معاهم في الاخير. وهاد البروجيات ما كيبداو في البناء والتنفيذ حتى كيكونوا جمعوا فلوس كتيره من عند الناس، وإلا تعطلوا ما عندك ما دير لهم وما عندك ما تصور منهم. وخاصكم تعرفوا باللي المنعشين الكبار فقط هما اللي كيديروا هاد المصارفه، وفي مناطق المقتوله اصلا وما فيهاش البيع باش يتفكوا، او كيكونوا شارين الارض رخيصه، وملي كتمشي عندهم كيطلبوا لك تسبيق كبير اللي هو في الاصل كيساوي كلفة الشقة باش طالع عليهم. مثلا الشقة كيبيعوها لك ب 25 مليون وكيطلبوا لك تسبيق ديال نصف الثمن او اكثر، اللي هو في الاساس باش مقيومة الشقة، وكيتصارفوا معاك هما غير في الربح. وخاصنا نكونوا متفقين راه حتى شي منعش عقاري ما غادي يلجأ لهذا المصارفة الا اذا كان الموقع عيان وفي شي خلا بعيد على المرافق الضرورية، او البناء والاصلاح مسالي عيان وما كانش عنده الاقبال او البيع. شقق المصارفة غالبا ما كتكون ذات جودة بناء رديئة وفينيسيون ديالها سلك، وغتلقى مشاكل كثيرة من بعد في البرونشمون ديال الماء وديال الضوء وديال الواد الحار، والانستالاسيون ديال الضوء غالبا بنسبة 90% غادي تعاودها مع الوقت، وكون متأكد ان مع الوقت غادي تعاود شي حاجة من هادشي اللي ذكرت، بالاضافة لمشاكل تسريب الماء في الحيط او الميديتي، او المشاكل مع الجيران على الواد الحار، والدروج اللي الزليج ديالهم ولا موزيك ديالهم مغشوش ودغيا كيتهرس مع الوقت. وغالبا اللي كيكونوا ساكنين معاك في الموبل ناس شارين بالمصارفة حتى هما وما في حالهمش وماشي في استطاعتهم يصلحوا هاد المشاكل اللي ذكرت، في حال الا قدر الله وبانت، وهي غالبا غادي تكون. انا شخصيا عمرني شفت شي مشروع ديال المصارفة مقاد ومقوم. راه كاين شقق بالمصارفة مزيانين، لكن كتكون المصارفة بجزء قليل من المبلغ، ماشي نصف المبلغ او المبلغ كامل، باش ما يبقى يكذب عليك حتى واحد وينصب عليك حتى واحد. وعندنا عروض شقق بالمصارفة من هذا النوع مجهزة للتسليم، لكن مصارفة ديال 5 أو 6 مليون كأحد أقصى. اللي سبق ليه مشى لشي بروجي ديال المصارفة أو عنده تجربة من هذا النوع يشاركها معنا، وما تنسوش الاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد عروضنا العقارية. واللي عنده أي سؤال أو استفسار بخصوص هذا الموضوع يطرحوه في التعليقات، راني كنجاوب كل شيء. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.